عندك لابتوب قديم وثقيل مرة، حمل عليه هذا النظام تشغيل جديد زي ويندوز بس أخف للأجهزة القديمة، اسمه كروم او اس. طريقة التحميل سهلة، كل اللي تحتاجه هو اللابتوب والفلاش يو اس بي. الفلاش اليو اس بي راح يحتاج يكون 8 جيجا او اكثر. روح جوجل كروم واكتب هذا النص اللي مكتوب قدامك، اضغط على هذا add to chrome. من هنا راح تشبك الفلاش، روح فوق عند هذه العلامة واضغط هذا، اضغط get started. select a model from the list. الأول راح تختار كروم او اس فليكس، والثاني راح تختار كروم او اس. اختار الفلاش حقك، اضغط create now. بعد ما يخلص قفل الجهاز. الحين راح تدخل البايوس حق الجهاز. طريقة تدخيل البايوس يفرق على كل لابتوب، لكن أغلب اللابتوبات بضغطة F2 والجهاز قاعد يفتح. الحين بعد ما دخلت البايوس، من هنا تدخل إعدادات البوت أو إعدادات التشغيل. هذه الخلفية راح تختلف على كل لابتوب. دور على بوت وخلي الفلاش اليو اس بي أول واحد فوق أو الرئيسي، وبس احفظ المعلومات، سكر جهازك شغله وبيدخلك نظام التشغيل. اضغط الاختيار الأول هذا الاختيار راح يحمل نظام التشغيل على الجهاز بحيث ما تحتاج الفلاش، وبس بيضبط معك بإذن الله. وبس لا تنسون الفولو. جزاكم الله خير.